أما السؤال الثاني فقد أجابت عنه بطريقة جعلت الأمور تتعقد أكثر فأكثر. إن مينورسو بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء الشعبي في الصحراء الغربية وصلت إلى الصحراء لضمان عملية التعريف والمساعدة على تحقيقها والتحكم بها، وذلك كي لا تحصل أي أمور غير مرغوب فيها مع كلا الطرفين، ولمساعدة السكان والإدارة على تنفيذ الاستفتاء الشعبي. وقد حافظت هذه المنظمة على قوة موازية أو جزئية لا تزال قائمة في الصحراء والأقاليم. ولكن لنتصور أن هناك مخرجا ما لهذه الأزمة. إذا ما وجد الحل لقضية الصحراء الغربية، فهل سيختفي النزاع بين الجزائر والمغرب؟ إن تأزم العلاقات المغربية الجزائرية سببها تراكم الأزمات بين البلدين منذ استقلالهما. وفي رصدنا لكرونولوجيا هذا النزاع نجد حادثة اختطاف الطائرة المغربية التي كانت تقل القادة الجزائريين عام 1956، حرب الرمال التي اندلعت على حدود البلدين عام 1963، اقتسام الصحراء بين المغرب وموريتانيا بدون استشارة الجزائر عام 1974، دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية منذ عام 1976، تفجيرات فندق أسني بمراكش عام 1994 حيث كان منفذو العملية من أصول جزائرية، إغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ عام 1994 وحتى اليوم. المغرب موقن بأن هذه أرضه وهو فيها، ومنذ 34 سنة وهو يرسخ وجوده فيها، ولا توجد قوة يمكن أن تقتلعنا منها، هذا شيء واضح. مشكلة الصحراء الغربية بالطريقة التي يعالج بها الآن هو عائق ما في شك لتطور وحدة المغرب العربي. تصحيح المعالجة لهذا المشكل يمكن أن تكون على العكس مدخل لهذه الوحدة. إنني أعتقد أن قضية الصحراء الغربية ليست السبب الوحيد في وجود خلاف بين الجزائر والمغرب. إذا حلت قضية الصحراء الغربية تأكد أن الاتحاد الفيدرالي للمغرب العربي سيتحقق. لكن الجيد أيضا لو أن عوامل هذا النزاع سقطت الواحدة تلو الآخر، بمعنى أن تحل قضية الحدود مباشرة بعد قضية الصحراء، وأن يستبدل الشك المتبادل بثقة متبادلة. عندما توفي الملك الحسن الثاني في يوليو تموز من عام 1999، انتقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتخب حديثا إلى الرباط، حيث تكلم بحرارة عن مستقبل العلاقات بين البلدين. قابله استعداد مماثل من الملك الشاب محمد السادس لبدء عهد جديد مع الجزائر، واعتقد الجميع أن مناخا دافئا جديدا سيستمر، بيد أنه في اليوم الذي أعلن فيه فتح الحدود البرية الذي تحدد موعده في أغسطس آب عام 1999 حصلت مجزرة رهيبة راح ضحيتها 36 مدنيا على يد الجماعات الإسلامية المسلحة التي تقول الجزائر إن لها قواعد خلفية في المغرب. فتبخرت كل الآمال التي كانت معلقة على معاودة التطبيع بين البلدين من جديد. إذا كانت قضية الصحراء لم تحل ولا قضية الحدود أيضا، فضلا عن أن الحدود مغلقة، فكان المغرب العربي أحكم إغلاقه بقفل في تلك اللحظة ذاتها. جاء الحصار على ليبيا منذ عام 1992 جراء حادثة لوكوربي، وما تمخض عنه من موقف ليبي محتج على المواقف المغاربية التي أيدت الحصار وخرجت عن معاهدة اتحاد المغرب العربي ليدق أسفين التباعد بين الأقطار المغاربية ويصيب اتحاد المغرب العربي بالشلل التام
منذ مطلع العام 1995 وحتى اليوم. ولا يمكن تصور أن تستمر هذه الحماقة المتمثلة في أن الحدود بين المغرب والجزائر مقفلة. هذه حماقة اقتصادية وحماقة سياسية. هذه الوضعية في الوقت الحاضر مكلفة لكل بلد على حدة. فقط لما يأتي الجراد يمكن أن يحصل تحالف وتكامل ما بيننا. المغرب العربي لم يتحقق، وحدته لم تتحقق بأي شكل من الأشكال، سواء شكل فيدرالي أو شكل اندماجي أو أي شكل من الأشكال. اتحاد المغرب العربي يمتلك المقومات، وعلينا أن نصبر عليه، وعلينا أن نأخذ الاعتبار في الزمن، وعلينا أن نصحح الأخطاء. مصير لوحدة المغرب العربي مؤكدة طال الزمن وأم قصر. اليوم وبعد مرور 21 عاما على ولادة الاتحاد، نجد انعدام التحرك الوحدوي حتى في المجال الاقتصادي. فلا منطقة التبادل الحر تأسست، ولا الوحدة الجمركية، ولا السوق المشتركة. ولم تنجح المجموعة المغاربية في تحويل مشروع المغرب العربي الكبير إلى فعل تاريخي قادر على تعزيز مقومات التنمية في الأقطار المغاربية. ورغم المعطيات الجغرافية والتاريخية والثقافية العامة التي صنعت مشروع الاتحاد وحلمه، فإن ضغوط الواقع في أبعاده المختلفة قد كرست واقع الحال القائم بين أقطار المغرب العربي. ولو لم يتبادل قادة الأقطار المغاربية رسائل التهنئة بمناسبة حلول ذكرى تأسيسه، لنسي الناس تماما وجود مثل هذا المشروع المغاربي الذي بقي في مصاف الأماني ومرتبة الأحلام.